السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الشيف مجدي الحسيني في فيديو جديد. النهارده احنا في أرض المعارض بالتجمع الخامس. أرض المعارض في التجمع الخامس في معرض فود أفريكا. المعرض دوت شركات كتير بتعرض فيه ودول كتير، واحنا جينا النهارده تحديدا عشان نبين المنتجات المصرية والشركات المصرية. السبونسر الداعم للمعرض دوت هو أبو عوف، فاحنا برضو بنعرض الشركات المصرية، تحديدا الشركات اللي بتهتم بالاكل المصري او منتجاتها بتخش في المأكولات المصرية، من توابل ومن خضار ومن فاكهة ومن اسماك، حاجات كتير جدا احنا النهاردة بنبينها عشان نبين ان في شركات كتير مصرية وبتعمل منتج مصري بيتصدر ومنتج محلي. كل ده هنبينه النهارده وهنوريكم الحاجات دي كلها، وان شاء الله يعني هتشوفوا وتتفرجوا معانا على المعرض عشان نبين الاكل المصري والحاجات اللي بتخش فيه من توابل ومن اغذيه ومن خضار ومن فاكهه وكده، عشان نبين التراث المصري بتاعنا. في شركات كتير عارضه، روسيا وكوريا وماليزيا وتركيا او كده. احنا برضو الشركات المصريه موجوده ومتواجده بقوه، لان برضو المنافسه شرسه ومنافسه مش سهله، منافسه كبيره جدا، ولكن الشركات المصريه برضو ثابته وجودها جامد، وزي ما هنشوف دلوقتي وهنخش ونتفرج. واحنا بنلف في المعرض لقينا بارتيشن لشركه دكتور اوليف. طبعا دي شركه متخصصه بالزيتون، تعتبر اول شركه من اول الزراعه لغايه التصنيع، شركه مصريه بحته عندها كل انواع الزيتون. هم بيزرعوا في سيوه وفي مرسى مطروح، الزيتون بتاعهم من ارقى انواع الزيتون، في الاخضر وفي الاسود وفي المخلي، كل انواع الزيتون اللي تتخيلوها موجوده، وهي صناعه مصريه بحته وبزيت الزيتون، وطعمه جميل جدا. وعملنا تيست عندهم، ناس محترمين وحاجه طعم جميل جدا يعني. ده بالنسبه للزيتون اذا كان الاخضر او الاسود. شركه متميزه في الزيتون، تضاهي اكبر الاماكن في بيع الزيتون او اكبر الشركات الكبيره اذا كانت في قبرص او اليونان. شركه مصريه، الزيتون المصري متميز جدا يا جماعه، زيتون مصري اصيل مفيهوش اي كلام. كده احنا قدام بارتيشن سنو فريش ايجيبت، والمنتج بتاعهم اسمه نوليا. دي شركه مصريه بس للاسف هي شغاله في التصدير، وهي مش للاسف، شيء كويس برضو، هي بتصدر بالعمله الصعبه كل منتجاتها بره، وهي كلها بتتكلم في الخضار والفاكهه المصريه. الفاكهه المصريه من رمان متفرد طبعا ومجمد، التين البرشومي مجمد، الفراوله متقطعه وسليمه مجمده، القرع نفس النظام متقطع ومجمد. كل الخضار بقى، الخرشوف، البروكلي، البسله، الجزر، ورق العنب، كل منتجاتهم مجمده، وده للتصدير بس. شركه نوليا للتصدير، وده منتج مصري ما فيهوش اي كلام، مغرق السوق العالمي وبالتغليف جميل وحاجه محترمه جدا. احنا كده قدام بارتيشن شركه الفيروز، شركه وطنيه للثروه السمكيه والحياه المائيه، شركه تابعه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. شركه مصريه بحته فيها جميع انواع الاسماك، من مزارع ومن بحر احمر، بحر ابيض، النيل، البحيرات. شركه الربيع شركه مصريه برضو، منتجاتها كلها جميله جدا، حلاوه طحينيه، طحينه، صلصه، عسل، مربى، كل منتجات مصريه، حلاوه بالمكسرات. شركه برضو لها تاريخ كبير وقديمه في السوق، وشركه مصريه بحته وكل منتجاتها مصريه ما فيهاش كلام. شركه الزهور، الشركه مصريه، جت بدايتها من 50-60 سنه في الغربيه اللي هي طنطا. شركه قديمه، عندهم العسليه ونبوت الغفير وحاجات جدا، حلويات بيحاولوا يطوروا منها، الحلويات المغلفه، وعندهم اللبان واللبان المسكر واللبان، يعني عندهم حاجات كتير، حاجات قديمه وتراث قديم مصري من شركه الزهور. وكانت بدايتهم في طنطا وموجودين في القاهره دلوقتي ومنتشرين، وليهم منتجات كتير جدا من المصاصه والعسليه ونبوت الغفير، حاجات كتير جدا، واللبان والكلام دوت. كده بارتيشن شركه حوض النيل، دي شركه برضو متخصصه في الموالح، بزراعه الموالح في وادي الملاك وفي سينا وشارع العوينات. شركه كبيره جدا برضو، بس هي متخصصه في التصدير وبتزرع الموالح برتقان ويوسفي، ولكن متخصصين اكتر في البرتقان. ودي شايفه البرتقان باحجامه وبالشكل دوت وبالطعم بتاعه، مش عايز اقول لكم ازاي. بارتيشن شركه ايجي برو برضو متخصصين برضو بزراعه الفاكهه المصريه، الجوافه
وحاجات كتير جدا خضار، الفاصوليا والطماطم وكل خضار بانواعه وكل الفاكهه بانواعهم زي ما انتم شايفين، والبصل بالنسبه للخضار والكرات كلها حاجات اورجانيك، وزي ما انتم شايفين بالشكل دوت. ايجي برو شركه مصريه. كده قدام شركه بوتين بارتيشن، شركه كيما لصاحبها باشمهندس غازي، شركه متخصصه في منتجات الالبان، شركه متخصصه في منتجات الالبان وبتعمل الانفوحه بتاعت الجبنه، وزي ما انتم شايفين بتعمل الجبنه القريش، بتعمل الجبنه الاسطنبولي، بتعمل الجبنه الدمياطي، بتعمل الجبنه الفيتا، جميع انواع الجبن بتعملها. وعندها الانفوحه الحيواني الكيميائي والحيواني. شركة فيرجينيا موجودة في السوق المصري من 2013، شركة مصرية مقرها في مرسى مطروح، وعندها منتجات كتير، معصرة زيت الزيتون ودبس البلح اللي هو دبس التمر، عندها الزعتر البري اللي هي الدقة المصرية بالزعتر المصري اللي هو بتاع مرسى مطروح، والسمسم، كلها منتجات مصرية بحتة، مش منتجات واخدينها من بلد تانية، دي منتجاتنا ودي حاجتنا. وعندهم حاجات كتيرة جدا لغاية يعني كل حاجة عندهم، زيت الزيتون ودبس التمر، كل المنتجات دي عندهم.